أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العين نعمة عظيمة، ويكفي أنك تعرف قدر العين إذا نظرت إلى الأعمى الذي لا يبصر، يتمنى أن لو أنفق كل أمواله، وأن لو أنفق كل ما يملك فقط يبصر ولو مرة واحدة. نعمة عظيمة. ألم نجعل له عينين؟ الله يمن على عباده بهذه النعمة، ولكن هذه النعمة هل نحن نستغلها في طاعة الله عز وجل، أو أننا نستخدمها في الحرام؟ فكر، كل منا يحاسب نفسه. بعض الناس للأسف إذا سافر إلى بلاد هو غريب فيها أخذ يقلب عينيه فيما شاء من صور ومن نساء ومن محرمات ومن أمور منكرة. أهم شيء ما حد يعرفه، أهم شيء ما حد يشوفه. ألم يعلم بأن الله يرى. بعض الناس إذا جلس أمام التلفاز والفضائيات قلب عينيه في كل منكر وينظر إلى كل حرام ولا يبالي، فقط يمتع ناظريه ويمتع نفسه. قل للمؤمنين، شوف الأسلوب. الله جل وعلا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أخبر أهل الإيمان. قل لهم. ماذا أقول لهم؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأنه إذا ما غض بصره، لأنه إذا ما حفظ العينين لن يحفظ الفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وإذا أطلق لعينيه العنان، كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشار. اسمعوا قصة رجل كان يعمل مؤذنا في زمان قديم، يعمل مؤذنا، وكان الأذان في الماضي يرقى الرجل على سطح المسجد، أعلى المسجد، ويؤذن. ما عندهم سماعات وميكروفونات وغيرها مثل اليوم. وكان كلما رقى سطح المسجد نظر إلى بيت من البيوت فيه فتاة، كان ينظر إليها ويمتع ناظريه بها حتى تعلق قلبه بها، مع أنه يؤذن، لكنه لم يغض بصره، لكنه ما اتقى الله في نعمة العين. نزل الرجل يوم من الأيام فطرق الباب على ذلك البيت، فخرجت تلك الفتاة فقال لها: أريد أن أتزوجك، أريد الزواج منك، أنا أحبك، أنا أعشقك. فقالت له: لا يمكن. قال لها: لما؟ قالت: أنا لست مسلمة، نصرانية. قال: وماذا في الأمر؟ لا بأس. قالت له: لا، تتنصر وإلا لا يقبل أبي بالزواج. قال: هو ذلك. فترك دينه ودخل في دين النصرانية، ارتد ودخل على البيت ليتزوجها، فسقته من الخمر فشرب، وأكل من الحرام وشرب من الحرام، وكان يرقى على سطح منزلها يوم من الأيام وهو ثمل سكران، سقط من أعلى المنزل وهلك الرجل وزهقت نفسه على غير دين محمد عليه الصلاة والسلام. بدأ الأمر بما؟ بنظرة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. بعض الناس في الإنترنت مثلا يدخل على مواقع يقلب ناظريه، يسر ناظريه ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. بعض الناس يقلب ناظريه في الإنترنت مثلا، يقلب عينيه في صور محرمة وصور خليعة. أهم شيء ما في أحد يشوفه، ما في أحد يراه. ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى. بعض الناس يروح الأسواق، يذهب إلى الأسواق، يتجول في الأسواق يمنة ويسرة، ويشاهد هذه وينظر هذه الصورة ويتمتع بهذا المنظر ويفعل كذا وكذا. يا أخي الكريم، هذه العين سوف تسأل عنها يوم القيامة عند الله جل وعلا، سوف تنطق وتشهد عليك عند الله جل وعلا يوم القيامة. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد، البصر، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية
إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله. استحي، لا تقل ما في أحد يشوفني، استحي من نظر الإله. فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم، سوف تسأل عين عينيك عند الله عز وجل يوم القيامة. جعل الله عز وجل لك العينين، هل متعت عينيك بقراءة المصحف؟ من أراد أن يحبه الله عز وجل أو يحب الله جل وعلا فلينظر في المصحف. انظر في خلق الله عز وجل في الكون، انظر في السماء، انظر في النجوم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. انظر في ملكوت السماوات والأرض، انظر في خلق الله جل وعلا، انظر في الأرض وهذه النباتات وهذه الأشجار وتلك الزهور. متع عينيك وتفكر. الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بعض الناس يتجول في الأسواق وينظر في المجلات، يفتح المجلات فإذا به ينظر إلى فلانة وينظر إلى فلانة ويمتع ناظريه نظر شهوة إلى النساء. هذا الرجل يوم القيامة يوضع الكتاب إن لم يتب إلى الله جل وعلا، يوضع الكتاب فيرى كتابه كل صغيرة كتبت، كل نظرة كتبت، كل شهوة كتبت، كل عين نظرت فيها إلى فلانة وإلى تلك الصورة وإلى هذا الفيلم يكتب في الكتاب. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. كل نظرة مكتوبة، كل شيء كتب، كل نظرة، كل كلمة، كل زلة كلها كتبت. نعم، كل شيء كتب في الكتاب. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. بعض الناس يختفي ولوحده ويجلس في الغرفة فيفتح تلك المجلة أو ينظر لتلك الصورة، أو يتسلل من وراء الباب، أو ينظر من السطح أو من النافذة على بيوت الجيران، أو ينظر إلى فلانة يختلس النظر ويفعل كذا وكذا. هذه العين تعرف ماذا تسمى في الشرع؟ هذه العين تسمى في الشرع العين الخائنة. العين الخائنة، في عين خائنة، نعم، هذه العين الخائنة التي تتسلل وتختفي فتنظر إلى الحرام. يعلم خائنة الأعين. وهذه العين إذا خانت امتلأ الصدر بحب الحرام. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم أيها الأخ الحبيب، نعم، احرص على عينيك. نعمة من نعم الله عز وجل. هذه العين من الخير التي تفعله هذه العين أن تبكي من خشية الله. مثلا وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. غض البصر. النظرة الأولى لك ربما تزل، أن أمشي في الشارع إيش أفعل؟ ظهرت أمامي امرأة نظرت إليها عن غير قصد، هذا تعذر ولا يحاسبك الله عز وجل عليه، ولكن لا تتمادى ولا تستمر. اصرف بصرك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب الإمام رضي الله عنه، قال اصرف بصرك فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الأمر ليس فقط موكل بالرجال، حتى النساء. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. بعض الناس يقول ما أتحمل. يا أخي اصرف البصر ترتاح، والله ترتاح. بعض الناس يقول أتعذب لما أرى بعض الصور وبعض المناظر. يا أخي الكريم اصرف البصر ترتاح نفسيا، لأن كل شيء في الجسم إذا نظر وإذا تكلم وإذا لمس يدعوك إلى والعياذ بالله فعل الفاحشة، فيتعذب الإنسان إلا أن يفعل الفاحشة، وإلا لو غض بصره لحصن نفسه وأراح نفسه.
غض البصر إذا دخلت في الغرفة لوحدك وأطفأت الأضواء وأغلقت الباب وفتحت الجهاز الكمبيوتر ودخلت في مواقع الإنترنت، اعلم أن الله عز وجل يراقبك، والله عز وجل يراك. إذا كنت استحيت من الناس فالله عز وجل أحق أن يستحيا منه. إياك وإياك أن تنظر بعينيك إلى الحرام. الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. حلال بين، حرام بين، أنت تعرف أي نظر أقصده. فاتق الله عز وجل وتب إلى الله، فالله عز وجل يقبل التوبة. واجعل العينين كما أمرك الله عز وجل أن تسخرهما به، أن تجعلهما في طاعة الله جل وعلا وفي المعروف. أسأل الله تعالى أن يحفظ لنا جوارح